السلام عليكم. اليوم دازت عام على الهروب ديالي من بطولة العالم في ايطاليا. جيت نقول لكم علاش هاجرت. اول حاجه سميتي رضوان امكناسي، 21 سنه، من مدينه مريرت، بطل المغرب عده مرات، بطل العرب، بطل شمال افريقيا الى اخره. تربيت في هذا الميدان بفضل اخي عبد السلام امكناسي اللي كان من ديما هو القدوه ديالي وواحد من اساطير الكاراتيه المغربي. وطبيعة الحال وانا صغير كان الحلم ديالي نتبع الطريق ديالو ونكون بحالو. في 2017 دخلت للمنتخب الوطني، كان كلشي مزيان، كان المستوى غادي وكيطلع، وكان عندي طموح كبير. في 2021 هنا فين وقعت نقطة تحول. خويا دخل في خلاف مع رئيس الجامعة المغربية للكاراتيه حيتاش كان كيطالب بالحقوق ديالو والحقوق ديال الرياضيين اللي تظلموا. وانا بلا ما يكون عندي دخل في الموضوع قررت الجامعه والرئيس ديالها باش يوقفوني ويقطعوا عليا المسار ديالي حيتاش خوه. تخيل سنوات ديال التدريب والتضحيات تضيع بسبب قرار ظالم ما عندوش معنى. وقبل كنت ساكن في المركز ديال الكاراتيه وكان عندي امتحان الجهوي وكنت كنوجد له. فاش وصل الوقيته ديال الامتحان كنتعرض لواحد الموقف مهين من عند مسؤول الجامعه اللي شنو كيقول لي فيه: الا بغيتي دوز الامتحان سير كري حدا المدرسه ولا شوف شنو غدير. يعني بكل بساطه رفضوا يعاونوني في حاجه اللي بسيطه. ورغم هذا الظلم قلت مع راسي ماشي مشكل، فيها خير. شفت بزاف ديال الابطال الكبار اللي تظلموا من قبلي وقلت واقيلا انا واحد منهم. و وما بقاش فيها الحل بزاف حيتاش في هذيك العامين ديال 2020 2021 كنت باقي جونيور وكنت فاوج العطاء ديالي، ولانك ما كانوش كيدوني البطولات. باقي ما عرفتش انا السبب علاش. يعني كنت كنلعب داخل المغرب كنربح، داخل المركز ديما كنربح، وكانت كتكون البطوله كانوا كيديو درجات، كيديو في كل ميزان كيديو جوج الناس، الا الميزان ديالي كيبقى خاوي ما كيدي حتى شي واحد، لا انا لا هذاك اللي كيكونوا معايا. ما علاش ما عرفتش. في 2021 خديت البكالوريا ديالي، بغيت نكمل الدراسه ديالي في كندا، حتى من جواز السفر ما بغاوش يعطيوه لي، وصيفط لهم ايميلات، حاولت معاهم بكاع الطرق بلا حتى شي جواب. من 2021 حتى 2024 حياتي توقفات، حسيت براسي ضعت، لا منافسات لا تدريب لا دراسه. يعني حسيت براسي ضعت وفقدت ذاك المعنى ديال الحياه اللي كان بالنسبه لي هو الكاراتي. حتى 2000